لو عندك مهارة مميزة أو خبرة في مجال معين فأنت حرفيا قاعد على كنز. بدل ما تفضل تستفيد منها لوحدك، ليه ما تحولهاش لمصدر دخل ويكون عندك بيزنس خاص بيك؟ الحل بسيط، تقدر تقدم كورس تدريبي أونلاين وتبدأ تحقق أرباح من معرفتك. بس إزاي؟ خليني أقول لك الخطوات العملية. أول حاجة هتحدد مهارتك الأساسية، يعني فكر في الشيء اللي الناس بتسألك عنه دايما أو المهارة اللي عندك فيها خبرة كبيرة. الحاجة التانية، اعرف جمهورك المستهدف، يعني مين اللي ممكن يهتم بالتدريب بتاعك؟ هل هم شباب ولا موظفين ولا رواد أعمال؟ حددهم بدقة علشان تقدم لهم محتوى يناسبهم. الحاجة التالتة، صمم محتوى تدريبي قوي، يعني ابدأ بكتابة هيكل للكورس وخليه بسيط وسهل التطبيق. مش لازم يكون طويل، المهم إنه يكون عملي. الحاجة الرابعة ودي من أهم الأشياء، إزاي بقى تسوق لكورسك بذكاء؟ طيب، دي نقطة فيها شرح كتير جدًا، علشان كده لو عايز تبدأ دلوقتي اكتب في الcomment مهتم، وأنا هاساعدك بخطوات عملية تقدر تحقق فيها الخطوات السابقة. وما تنساش، الفرصة أنت اللي بتصنعها. لو عندك مهارة مميزة أو خبرة في مجال معين فأنت حرفيًا قاعد على كنز. بدل ما تفضل تستفيد منها لوحدك، ليه ما تحولهاش لمصدر دخل ويكون عندك بيزنس خاص بيك؟ الحل بسيط، تقدر تقدم كورس تدريبي أونلاين وتبدأ تحقق أرباح من معرفتك. بس إزاي؟ خلّيني أقول لك الخطوات العملية. أول حاجة هتحدد مهارتك الأساسية، يعني فكّر في الشيء اللي الناس بتسألك عنه دايمًا أو المهارة اللي عندك فيها خبرة كبيرة. الحاجة التانية، اعرف جمهورك المستهدف، يعني مين اللي ممكن يهتم بالتدريب بتاعك؟ هل هم شباب والّا موظفين والّا رواد أعمال؟ حددهم بدقة علشان تقدم لهم محتوى يناسبهم. الحاجة التالتة، صمم محتوى تدريبي قوي، يعني ابدأ بكتابة هيكل للكورس وخليه بسيط وسهل التطبيق. مش لازم يكون طويل، المهم إنه يكون عملي. الحاجة الرابعة ودي من أهم الأشياء، إزاي بقى تسوق لكورسك بذكاء؟ طيب، دي نقطة فيها شرح كتير جدًا، علشان كده لو عايز تبدأ دلوقتي اكتب في الcomment مهتم، وأنا هاساعدك بخطوات عملية تقدر تحقق فيها الخطوات السابقة. وما تنساش، الفرصة أنت اللي بتصنعها.